اهلا بيكم وحلقه جديده من حلقات برنامج كعب داير. انا خالد، النهارده هاخدكم معايا الحسين نتفرج على الحسين وجمال الحسين، المنطقه اللي من اشهر المناطق اللي هنا موجوده في مصر. كمان الحسين منطقه بتتميز باماكن كتير ممكن انك تيجي تزورها، هوري لك كل ده النهارده. السلام عليكم، ازيك عامل ايه؟ اسمك ايه؟ محمد. محمد، شغال يا محمد؟ شغال غزل بنات وزلابيا ايس كريم. عندك كام سنه؟ 18. 18. ليك اخوات؟ كم اخ واخت؟ كم اخ واخت؟ 3 بنات و3 صبيان. طب محمد، انت ايه حلمك في الحياه؟ نفسك تبقى ايه يعني لما تكبر؟ افتح مشروع. نفسك مشروع غزل برضو؟ لا، حاجه تانية. زي مصنع. مصنع ايه؟ عربيات. ما توري لنا الغزل. تعال تعال. السلام عليكم يا ريس، عامل ايه؟ اسمك يا ريس؟ اسمي عبد الله. عبد الله؟ ماشي يا عم عبد الله. شغال مهنه الغزل بقالك قد ايه؟ بقالي 11 سنه. 11 سنه شغال في المهنه؟ طب الغزل بتعملوه ازاي؟ يعني هو عباره عن سكر كله. والمكنه بتاعت الغزل؟ سكر والمكنه، وبتحط له الوان طبيعيه. متجوز عم عبد الله؟ لا. طب بتعمل الالوان دي ازاي؟ بتجيب الوان طبيعيه من عند العطار. تمام؟ وكل كيلو سكر مثلا انا عايز لون احمر، اصفر، ازرق. بتجيب بقى الالوان ازاي؟ ايوه، بتجيب الالوان من عند العطار. تمام. وكل كيلو سكر بتحط عليه معلقه لون قد كده. يعني ده سكر ابيض كده. تعال. ده سكر ابيض. تمام. ودي معلقه. حلو الكلام. بتاخد من اللون اللي انت هتحطه. لو هتحط ازرق بتاخد نص معلقه ازرق، نص معلقه لون ازرق. تمام. وبتحطها على السكر الابيض. تمام. وعليهم 10 سم ميه. 10 سم ميه. تمام. وبتقلبوا في بعض وتفضل قدام المكنه. الواحده الحجم ده مثلا بكام؟ والله بص، الصراحه عشان نبقى واضحين اكتر، مش كله. اصل ممكن عيله صغيره تيجي تقول لك انا عايز واحده ب 5 جنيه، تقول لها لا ما فيش. اكيد لا، هتديها لها. فانت حسب الزبون اللي قدامك، ممكن تبيعها ب 20، ممكن تبيعها ب 25، ممكن تبيعها ب 30، ممكن تبيعها ب 100 جنيه. عايز؟ انت فاهم؟ نعمل لك واحده حلوه. اعمل لنا 2 بقى. عينيا يا باشا. ماشي. امسك انت دي الورده دي. ماشي. ونعمل للراجل المحترم ده قلب. نعمل المحترم ده ايه؟ قلب. نعمل له قلب. عشان شايم معايا الصبح. بس حلوه والله، جميله. روح انت بقى. انا ما باكلش سكر على فكره، بس انا بحب الغزل. هتعمل له القلب عايزه لونه ايه؟ ازرق طبعا، يعني مش اكيد مش هنحط له احمر يعني. هو راجل قد الدنيا. حبيبك في مهنه الغزل؟ والله بص، هو الرزق انا تاجر سمك عامه. سمك؟ انا عندي محلين سمك في الفيوم. انا اصلا من الفيوم. احسن ناس. تمام. عندي محلين سمك في الفيوم، وتاجر سمك، والدي تاجر سمك ابا عن جد. تمام. بس انا حبيت ايه، ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه، اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. صح. والرزق بيحب الخفيه. صح. لما تحط ايدك هنا وهنا وهنا وهنا، اكيد ربنا يعني هيكبر بخاطرك، مش هيسيبك. صح، ربنا بيكبر. فالحمد لله على الايه، الستر والصحه. غير كده لا. السياح بتحب الغزل؟ مش احسن من السياحه هنا، مش احسن من الشارع هنا. بيحبوا الغزل؟ بيحبوا كل حاجه، ايس كريم، غزل، زلابيا، كل حاجه عندنا. صور في زلابيا، كل حاجه بيحبوها. عندنا كل اللي موجود مع اخويا نفسه، وفي ممنوعات هنا. اخويا يعني بس جميل والله. هتعملوا له الابيض؟ لا يا باشا، حط له لون اصفر مع لون ازرق، مع ازرق مع اصفر هيطلع ابيض. 3 مليون.
وعندي ايس كريم برضو انا اللي بعمله، مش بشتريه من بره. بجد والله؟ عندنا زلابيا والله. وعندنا فرع في مرسى مطروح كل سيزون كل صيف بيتفتح. ده احلى قلب الاحلى واحد في الدنيا. انسى. تسلم. الله يسلمك. كمل لف هنا في الحسين، وببص كده لقيت الراجل الجميل ده بيشغل هنا وبيعمل حاجات هو اللي بيعملها. مساء الخير. مساء النور. كله تمام؟ الحمد لله. عايز اعرف اسمك بقى. بص انت. انا اسمي عبد الله خالد من مواليد الجماليه. احسن ناس. هو انا ماشي شفتك اللي هو ماسك الحاجه وبتعملها انت يعني انت اللي عامل دول؟ هو انا انا ومعايا والدي بصراحه. بس انت اللي بتصنعهم يعني؟ هو انا بعمل التصميم تمام، اللي هو كده بطلعه اول جزء مثلا بعد ما بيجي لي شجر بطلعه كده تمام على المنشار. يعني الحاجات دي بيبقى اساسها شجر. شجر عاديه بتبقى حضرتك اكيد من الصعيد. لا انا من القاهره. هو من الصعيد، المخرج من الصعيد. في شجر بيطلع هناك على حاجه اسمها مصرف وحاجه اسمها ترع. بيطلع عليه شجر كده بعمل الورق بتاعه عامل زي شجر الليمون. هو دوت ولا بيقبل دهان ولا بيقبل اي لون. تمام. هو مثل الخشب ده في كده. انت تعمل التصميم؟ انا بروح اعمل التصميم، بروح جاي بقى ابدا اشتغل فيه بقى الشغل بقى اللي هو العادي يعني حاجات زي كده. ده كده من اول هنا تمام لحد هنا كده ده شغلي. تمام. ده انت اللي مصمم كل ده؟ انا اللي مصمم كله عامه. ما شاء الله والله. بس في الفينش انا الجزء ده اصل دي موهبه والله بجد. ما شاء الله والله العظيم. يعني قلت لك الشغل اللي هو المختلف ده بصراحه انا بعمل التصميم بس. انا بالنسبه لي بيشطبوا كوالدي ومعاه صنايعي تاني يفنشوا بقى هم بقى اللي بيفنشوا الشغل. لكن تصميم الشغل نفسه انت؟ انما التصميم كله انا. ما شاء الله والله العظيم. يعني انا اللي بقعد ارسم تمام، انا اللي بقف افرغ تمام، انا اللي بعد كده ببدا ان انا اديهم بقى الاشكال هم ينفذوها الفينش اللي هو دوت. اما بالنسبه للفينش اللي هو العادي ان ممكن الاقي ايه اللي هو السهل ده بتاعنا. طب الديكورات دي طبعا كلها ديكورات تمام، كلها ديكورات. بتبدا من كام سعرها؟ يعني في حاجه بتبدا من 120 وانت طالع. يعني اغلى حاجه كام؟ اغلى حاجه عندي يكون دوت، وعلى حسب الحجم طبعا. بالظبط. يعني الحجم كل ما صغر كل ما كان ارخص؟ لا مش في كل الاوقات. لان كل ما حته الشغل بتبقى اصغر كل ما شغلها بيبقى اصعب اصلا. يعني كانت انا مثلا انا معايا مساحه هنا لو جاي داخل المكان ضيق قوي يعني ايدي انا اقرب للخطر بعيد عن الحته مثلا دي. دي انا ايدي بعيده اتحكم فيها براحتي. دي بالنسبه كل ما كان الشغل دي اصغر كل ما تبقى اصعب. طب ويجي لك ممكن يجي لك مثلا انا اجي لك اقول لك انا عايز حاجه معينه تصميم معين انفذه لك ايا كان، ولا لازم في حاجه في اللي هو لا مش شرط ايا كان ما عدا ان انا اجسم شخص. فاهم. اي حاجه ديكور انا عندي بنفذها، سواء ماتيريال بقى خشب سواء قرن. يعني ده الماده دي ده قرن جاموس. طبعا كلها عارف الجاموس والبقر ده القرن بتاعه. انت اللي عامل كل حاجه. انا اللي عامل التصميم بس مش انا اللي مشطبه. ماشي بقى. ما هو بس لان ده شغل لان ده شغله اصلا مش في الهدر بتاعه ريحته صعبه جدا. فبيبقى شغله متعب. معلش ممكن يعني ممكن تقول لي الكاميرا المكان هنا فين بالظبط عشان حد عجبه يجي لك؟ هنا مكاننا في خان الخليلي حاره السرمطيه تمام. اول حد حابب ينورنا المحل بتاعنا معروف باسم خالد سليمان بتاع جمال الخشب. طب ممكن تقول رقمك؟ 011 56 46 84 35. انا مبسوط قوي والله العظيم زي دول والله ربنا يوفقك. مكملين حلقتنا النهارده ومكملين ماشي في الحسين. فاحنا ماشيين لان الراجل الجميل ده بيبيع كل الحاجات القديمه بتاعت زمان، زي الراديو بتاع زمان قوي، زي مفك، زي التماثيل دي، زي باجور الشاي والقهوه، كل الحاجات القديمه بتاعت زمان، زي التليفون الارضي اهو، زي التلفزيون زمان. الحاجات اللي كانت مخليه بقى كانت بتخلي الحياه فيها بركه وفيها ايام جميله. كل الحاجات القديمه اللي تقريبا كانت موجوده زمان واللي احنا كبرنا عليها هتلاقيها موجوده هنا. هتلاقي الكاميرا، شوف كل حاجه تقريبا، هات كل حاجه هنا. السلام عليكم. ازيك يا ريس؟ عامل ايه؟ اسمك ايه يا ريس؟ اسمه ثروت ناش. عم ثروت، انت كل الحاجات اللي كانت موجوده زمان موجوده عندك، انا ملاحظ كده. مش كل يعني اغلبها يعني، لا احسنهم. طب الحاجات دي انت بتجيبها منين؟ ولا الناس بتجيبها لك؟ لا بجيبها من مزادات ومن بيوت قديمه هم بينزلوا ويجوني اروح لهم البيت اشتريها. انا عديت من عند الباترينا عندك هنا شارع المعز. يعني هو كل حاجه تقريبا احنا كبرنا عليها هي موجوده هنا. يعني حتى هنا بص هو بور الجاز ده ما استخدمش. الميزان ده ده ميزان مدموغ كانوا بيقفوا بيه في السوق يبيعوا الخضار.
واخد بالك انهي واحد اللي هناك اهو ده ميزان بسناسه. شايفه اللي تحت البيك. طلعه خليه يبص عليه. بص صور الميزان اهو. لا اللي فوق جنب الديك. تحت الديك على طول. تحت الديك. معلش. بص كده ده ميزان كانوا بيستخدموه في السوق. ده الميزان كانوا بيستخدموه في السوق ده كده. يوزنوا بيه الخضار. ماشي. ده ميزان 1950. بص هتخش هنا. هنا التاريخ والدمغه. تعرف تجيب التاريخ؟ التاريخ والدمغه هنا. شايفه؟ ده وده بقى باجور القهوه. باجور بريموس ما استخدمش. بص البابور ده بيطبخوا عليه بريموس ما استخدمش. ودي صينيه كلها شغل. ده شغل عربي. هو ده ايه؟ ده ايه؟ دي مكوه كان يكوا بيها القمصان والحاجات يحطوها على النار بابور وبعدين يكوا بيها. ودي نظارات حرب عالميه ودي نظاره حرب عالميه؟ بتاريخها 1940. وده ايه؟ ده كان بيستخدموه في الحرب يشوف بيها. الظابط ينفع اشوفه؟ الظابط يشوف بيها كده. ايوه مش عايزه ظابطه معايا. ايوه مش عايزه كده عايزه ظابطه. بيستخدموه. ودي برضو ودي بيحطوها على النيش. ودي كان يحطوا فيها رسايل. ايه؟ الرسايل الملكيه والورق المهم اللي هو الصك الملكيه والحاجات دي. ودي كان بيحطوها على المكتب يحطوا عليها ورد وحاجات زي كده على المكاتب. ودي كان بيدقوا فيها الدواء. ودي كاسين فرح قدام قوي. كان كاس العريس غير كاس العروسه. هنا؟ كاسين دول. يعني كاس العروسه بتاع العروسه متدلع ازاي؟ ده بتاع العروسه. وده بتاع العريس. وده بتاع العريس. ده سنه 1950 تقريبا. طب وده ما هيعرف يشرب منه؟ يشرب وكان بيحط شربات ده في الزفه بس. بس اللي هو بتاع الزفه. ايوه بس ده العروس. هات كده العروس الواحد. بص ده العروس. عامل متدلع ازاي؟ وده العريس. ده العريس. شقيانين احنا طول عمرنا. ده بقى طبعا ما صورة ده اعلان امريكاني على الموتوسيكل. ده اعلان امريكاني على الموتوسيكل. وده صوره ده صوره مصر القديمه. لا ده مدفع رمضان. قرب كده عشان الصوره. مدفع رمضان. ده مدفع رمضان. ودي زمان كان بيرموا صوره مدفع رمضان. والله مترع على الفلاحين يروحوا يشربوا. ودي المطابع القديمه. وده شغل جملي. ده شغل الحصان ده يدوي حته واحده. وده شغل كله. وده راديو قديم. شفت الراديو ده؟ الراديو ده اللي هو ده؟ لا الراديو اللي فوق. ده؟ تعالى بقى بص كده. تعالى. محمصة الهند. دي محمصة البن. محمصة البن. ده تليفون قديم. وده صندوق كولا. ودي خزنه صح؟ صندوق كولا دي كانت خزنه ملابس. كانوا يحطوها للعروسه يا ماشي راح عليك عريسه. وده ايه؟ ده منبه كهرباء. منبه؟ كهرباء. وهنا صندوق برضو. وهنا شنط حريمي جلد طبيعي. دي مكوى رجل. دي مكوى رجل يكوا بيها. مكوى رجل. المكوى الرجل دي كانت ليه يعني؟ بيكوا بيها الهدوم عشان تبقى بس برجل يعني يعمل كده. لا يمسكها كده. وده صينيه شربات. هلاقي الكعبه. وده راديو قديم. وده راديو قديم. ودي كاميرا قديمه. ودي شنطه قديمه خشب. شنطه قديمه خشب. وده التلفزيون. ده تلفزيون 3 قنوات بس. ده عشان الابيض واسود. ودي تماثيل كلها. وده راديو. وده شغل. ودي لوحه جميله قوي. صورنا اللوحه دي رسم يد. دي رسم يد زيت ممضيه. وده شغل كله تماثيل. تعالى بقى نخش جوه. بص كده حضرتك. تعالى كده. دي طاوله قديمه. ده طبق فاكهه. هو معايا؟ ايوه ما تقلقش. هات كله ما تقلقش. دي طاوله قديمه. ينفع ننزلها؟ ننزلها. طاوله؟ طاوله قديمه. دي تعمل قلق على القهاوي دي. دي جلد طبيعي. ده سن فيل. حجر سن فيل.
والحجر ده طبيعي كلها، وكلها جلد طبيعي. ايه ده هم زمان كانوا بيلعبوا بالزهره الكبيره دي؟ لا دي؟ ده الزهره زمان يا جماعه. حط بقى زي ما كانت، خلي صورتها ليك. ايوه كده. وده طبق فاكهه كبير، وده كاميرا فيديو كلها بقى كده. ودي كان يحط فيها الشاي. ده شغل انتيكات، وده شغل مشوات كان الاطباق بيقدموا فيها الاكل. دي الكاميرا القديمه صح؟ كاميرا قديمه. وده ورق قديم برضه. ودي طاولات قديمه. وده الرف اللي كان بيحط عليه راديو. وده قانون قديم قوي. ده آلة؟ قانون بتاع الرسوم. لا ده انتيك. ووادي رضاوي كاميرات برضه. تعالى هنا في كاميرات قديمه. تعالى. ودي كاميرات قديمه. دي كاميرا كودك قديمه بحالتها ما اتلمستش. والعملات. ودي عملات عبد الناصر والملكيه. ايوه ده عبد الناصر والسادات. تعالى كده صور العملات دي. الملك. وده بص بقى هنا ده جهاز كان بيطبخوا عليه ايام الانجليز حرب.